خرجت من الجوازة الخامسة ليها وهي عبارة عن جثة متفحمة، ده غير انها فعليا اسوأ حظ في الدنيا. قصتها هزت مصر من بشاعة تفاصيلها، بس المرة دي هنحكيها في القصة الكاملة. وعنده اولاد وبيشتغل سواق، معروف عنه انه عديم الاحساس والنخوه والرجوله. وفجاه يقرر علي انه هيتجوز تاني على مراته، وده بحجه انه مش لاقي نفسه ولا لاقي راحته في بيته. وللاسف يقابل دنيا، ودنيا عندها 27 سنه ومرت ب4 تجارب جواز قبل كده، وكلهم اتطلقت منهم بسبب انها ما بتخلفش بشكل طبيعي، وظروفها الماديه متوسطه، وبتتوصف بانها جدعه وقد المسؤوليه. المهم ان دنيا وعلي اتجوزوا وعاشوا في بيت في نفس القريه اللي هم منها، اللي هي مركز الخنكة في القليوبية. ومن أول يوم جواز يحصل خلافات كتيرة بين علي وبين دنيا، ودنيا تكتشف في نفس اليوم ده إن علي بيمثل عليها الرجولة عليها هي بس. والخلافات اللي كانت بينهم أغلبها بسبب سوء معاملة أسرة علي، وتحديدا مراته الأولى مع دنيا. وكانت المشاكل دي بتكبر جدا، وعلي بدل ما يلم الموضوع ويهدي الدنيا بينهم ويدافع عن دنيا ويحاول يحميها من كم الإهانات اللي كانت بتتعرض لها، لا ده كمان كان بيعنفها معاهم، ولو حاولت ترد عليه أو تتكلم معاه كان لازم يضربها. ودنيا كان ممكن تطلب الطلاق في الوقت ده، لكن كان نفسها وحلمها ان الجوازه الخامسه تنجح. وعدت الايام بين علي ودنيا والمشاكل اللي بينهم عماله بتكبر، بس المشاكل كبرت اكتر لما دنيا اتمسكت بحلمها، وهي انها تخلف وتبقى ام. ولانها كانت مدركه وعارفه ان الخلفه بشكل طبيعي بالنسبه لها شيء صعب جدا، فكانت عارفه انها لازم تعمل عمليه حقن مجهري، وكانت عارفه كويس ان العمليه دي بتكلف مبلغ مالي كبير جدا. وحياه علي ودنيا وهم عايشين مع بعض كانت عبارة ان علي نطع وقاعد في البيت، ودنيا هي اللي بتنزل وبتشتغل وبتصرف على البيت، وهو بطل ينزل من البيت اساسا، واعتمد بشكل اساسي على ان دنيا هي اللي بتتحمل المصاريف سواء في البيت او عليه هو شخصيا. وغير ده كله علي ما كانش متواجد مع دنيا بشكل دائم، وكل ده ودنيا كانت مستحملة على امل انها مرة في حياتها تنجح. وكان علي بيجي لها بين كل فترة وفترة زيارات متقطعة في البيت، وبرغم كل الخلافات والمشاكل دي الا ان دنيا كانت راضية وساكتة على امل انها تحقق حلمها. وعلشان تعرف تحوش ثمن عملية الحقن المجهري كانت بتشتغل بشكل يومي صبح وليل. اي شغلانة دنيا تعرف تعملها علشان تجيب فلوس كانت بتعمل كده، سواء انها تساعد الناس في البيوت او تنزل تشتغل في اي مصنع من المصانع، وكانت بتتعلم اي شغلانة بسرعة جدا. المهم انها تقدر تساعد نفسها وتساعد علي جوزها النطع ده في مصاريف البيت. وغير كده كانت عارفة ان عنده مصاريف كتير بسبب بيته وولاده، فما كانتش عايزة تكلفه زيادة في عملية الحقن المجهري. وفعلا بعد مرور وقت طويل دنيا قدرت تحوش المبلغ المطلوب للعملية، وعلي كل ده كان عارف انها بتعمل كده وما كانش بيعترض على اي تصرف هي بتعمله لمجرد انها كانت بتديله فلوس. لكن علي في الحقيقة ما كانش عايز يخلف تاني، وكان ساكت ومش عايز يقول الكلام ده لدنيا علشان ما يخليهاش تتضايق وتفضل تكمل وتحوش فلوس وهو كمان ياخد منها فلوس. بس لما دنيا قعدت معاه وعرفته انها جمعت المبلغ المطلوب وكل اللي طلباه منها انه يروح معاها عند الدكتور، وافق وعمل كده. وفعلا راحوا مع بعض عند الدكتور، وهم قاعدين قدامه الدكتور اداهم شوية تعليمات لازم دنيا تعملها علشان العملية تنجح. ومن ضمن التعليمات دي ان دنيا تنام على ظهرها لمدة 3 شهور علشان الحمل يثبت وينجح. وطبعا في الحالة دي دنيا مش هتشتغل، فالكلام ده ما يعجبش المحترم جوزها. ازاي هتقعد 3 شهور ما تشتغلش ومين هيصرف عليه؟ وعلشان دنيا ما تزعلش قعد يتكلم معاها انها لسه صغيرة في السن والعمر قدامها طويل، فطلب منها تأجيل عملية الحقن المجهري لمدة قليلة، منها ان علي يرتب اموره علشان هو اللي يبقى مسؤول عن البيت ومصاريف البيت خلال فترة ال3 شهور. بس الحقيقة علي كل اللي كان فارق معاه في الوقت ده انه يعرف ازاي ياخد ال40,000 جنيه اللي كانت دنيا محوشاهم علشان العملية. وبرغم ان دنيا سكتت وما اتكلمتش قدام الدكتور، بس اول ما نزلوا من العيادة حصلت بينهم مشكلة كبيرة، وعلي قعد يهدي فيها لحد ما وصلوا على البيت، لحد ما علي عرف يقنعها انه عمل كده علشان خايف عليها. وللأسف دنيا صدقته، واكتشفت بعد شوية انه سرق الفلوس اللي كانت محوشاها وصرفها على نفسه. ووقتها تحصل خناقة كبيرة بينهم، ودنيا اخيرا تطلب الطلاق. لكن علي اتهجم عليها وضربها جامد. ازاي تطلب منه الطلاق؟ امال مين هيصرف عليه بعد كده؟ ولحد اللحظه دي مش مفهوم ايه اللي يخلي دنيا تكمل في الجوازه دي لمده 2 سنين. وفي شهر اكتوبر 2023 تحصل مشكله كبيره بين علي وبين دنيا، والمشكله دي تتدخل فيها والده دنيا وتروح لهم على البيت علشان تصلح بينهم كل المشاكل، وفعلا تنجح وتعمل كده. وفي اليوم ده يتعشوا مع بعض كلهم، والام مشيت بعد ما اطمنت ان علي ودنيا بقوا كويسين جدا مع بعض. بس مجرد ما والده دنيا نزلت من البيت تحصل خناقه تانية بين علي ودنيا، بس الخناقه دي كانت كبيره جدا، ودنيا ساعتها طلبت
وطلبت من علي الطلاق، وفي ساعتها علي خرج وقفل الباب وراه. المفهوم ساعتها ان الراجل سايب الست علشان تهدى من القرار اللي خدته، بس علي عمل عكس كده تماما. قعد في الشارع قدام البيت لمدة 4 ساعات. ساعتها كان عمال يدخن ويشرب مخدرات. كل اللي كان بيفكر فيه ازاي هيخلص من دنيا وازاي هيسرق كل فلوسها، لدرجة ان الناس اللي ساكنين في المنطقة كانوا مستغربين جدا من تصرف علي ومن هدوءه الغريب اللي عمره ما كان ظاهر للناس بالشكل ده. وبمجرد ما جت الساعة 3 الفجر قام ودخل على البيت، وبعد دقايق من دخوله البيت الجيران تصحى على صوت صريخ طالع من بيت علي ودنيا. ساعتها الجيران خبطوا على البيت علشان يفتحوا لهم، بس علي طلب منهم محدش يتدخل وان دي مجرد خلافات اسريه بينهم، ولان الناس متعودين يسمعوا خناقات علي ودنيا فمشيوا وسكتوا وقالوا ان دي مجرد خناقه زي كل الخناقات اللي كانت بتحصل قبل كده. لكن بعد نص ساعه يشموا ريحه حريقه وصوت طفل عمال يكح بصوت عالي. نزلوا بسرعه علشان يلاقوا دخان كثيف طالع من شقه دنيا، وكسروا الباب ودخلوا بسرعه ولقوا الطفل اللي عمال يكح ده ابن اخت دنيا اللي كان بايت بالصدفه في اليوم ده معاهم. اما دنيا لقوها على السرير والنار بتولع فيها وبتولع في كل الاوضه، ولما دخلوا قربوا منها لقوا ان جثتها قربت تبقى متفحمه، وقعدوا يدوروا على علي في كل مكان لكن ملوش اي اثر. الاهالي بسرعه يكلموا رجال الامن، وبعد دقايق يوصل فريق البحث الجنائي، وبعد معاينه مسرح الجريمه ورفع كل البصمات يتم ارسال جثه دنيا للطب الشرعي علشان يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. وطبعا من كلام الشهود ومن كلام الطفل اللي كان موجود معاهم الكل اكد ان اللي عمل كده هو علي. والطفل كمان في شهادته بيقول انه شاف خالته نايمه على السرير وجسمها ووشها منور من كتر النار اللي والعه فيها. وعلي ما اكتفاش باللي عمله، ده كمان سرق مبلغ 40,000 جنيه كانت دنيا محوشاهم تاني علشان تعمل عمليه الحقن المجهري. ويوصل تقرير الطب الشرعي اللي بيقول ان اللي عمل كده لا يمكن يكون انسان طبيعي. والتقرير بيقول ان جسم دنيا مليان كدمات كتيره قبل الحريق، وانها تعرضت للذبح وقطع الاوتار في الايد وفي الرجل، ده غير طبعا اثار الحروق الغريبه اللي في كل جسمها، اللي اكد الطب الشرعي ان مدلوق عليها ميه نار الاول وبعد كده اتدلق عليها بنزين وتولع في كل السرير. وفضل علي هربان لمده 3 ايام، لكن رجال الامن عرفوا يوصلوا له من خلال تتبع كاميرات المراقبه اللي في المكان، وقدروا يحددوا الاماكن المتواجد فيها وتم القبض عليه. والغريب ان علي كان مقتنع انه هيهرب بالفلوس وان محدش هيعرف يمسكه، ولما اتقبض عليه اعترف بكل حاجه حصلت، وقال انه فضل قاعد بره البيت بيشرب مخدرات، وكل اللي كان بيفكر فيه هيقتلها ازاي وهيهرب بعد كده ويروح على فين. وبعد ما فكر ورتب كل حاجه دخل على الشقه ولقى الطفل ابن اخت دنيا نايم في اوضه تانية، فدخل على دنيا وضربها بالسكينه، واول ما طلعت صوت وبدات تصرخ نزل فيها بطعنات كتيره وضرب كتير، وبعدها قطع رقبتها بالسكينه. وبعد ما قطع رقبتها علشان يتاكد انها ماتت قطع الاوتار اللي موجوده في الايد واللي في الرجل، وده كله علشان يضمن انها ماتت. وبرغم انه اتاكد انها ماتت لكن فضل يدبح في الراس علشان خاطر يفصلها عن الجسم تماما. ولان علي ده شيطان حقيقي وانسان ملوش وصف، فبعد ما خلص كل ده شالها وحطها على السرير ورمى عليها ميه نار، وبعدها جاب ازازه بنزين وولع فيها وهي على السرير. ولما الدخان بسبب الحريق زاد ابن اخت دنيا صحي من النوم وقعد يكح ويصرخ، وهو ده السبب الرئيسي اللي خلى الناس تاخد بالها بدري وتكسر الباب، والا كانت الشقه هتبقى متفحمه تماما وهتبقى دنيا ماتت وابن اختها كمان. متخيلين كم البشاعه اللي ممكن انسان يوصل لها؟ حقاره علي كانت بتتمادى كل يوم عن التاني لحد ما وصل في الاخر انه قتلها بالمنظر البشع ده. القضيه بيتم التحقيق فيها لحد دلوقتي قدام النيابه، وان شاء الله علي ياخد حكم يستحقه بسبب اللي عمله